إذا في خبر أثار جدلا واسعا في الوسط الفني والإعلامي. قضت محكمة دراغينيان الواقعة بضواحي مدينة سان تروبي جنوب فرنسا بالحكم على المغني المغربي سعد المجرد بالسجن لمدة 5 سنوات نافذة، وذلك على خلفية قضية تتعلق باتهامات وقعت داخل أحد المنتجعات السياحية. ووفقا لما نقلته وسائل إعلام فرنسية، فإن هذه القضية تعود أحداثها إلى سنة 2018، وقد تم البث فيها بشكل نهائي يوم الجمعة بعد مسار قضائي طويل شهد عدة جلسات ومرافعات بين هيئة الدفاع الفنان المغربي ومحامية الطرف المشتكي. وأضافت المصادر نفسها أن المحكمة رغم إصدارها للحكم لم تصدر قرارا يقضي باعتقال سعد المجرد مباشرة أثناء حضوره جلسة النطق بالحكم. وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع كامل من المرافعات والمناقشات داخل المحكمة بين دفاع الطرفين قبل أن تصدر الهيئة القضائية قرارها في هذه القضية التي شغلت الرأي العام لسنوات.